التغذية وأهمية التغذية بالنسبة لمريض الأورام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حلقات التوعية اللي بنقدمها لمرضى الأورام على قناتنا على اليوتيوب، الفيديو النهارده إن شاء الله هنكمل فيه الإجابة عن بعض الأسئلة المنتشرة ما بين مرضى الأورام على وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة أنا حبيت أخصص الفيديو ده عن موضوع مهم جدا يهم كل مرضى الأورام، ألا وهو التغذية وأهمية التغذية بالنسبة لمريض الأورام. التغذية عامل مهم جدا وحليف مهم جدا لمريض الأورام طول فترة رحلة علاجه، سواء كان هيعمل عملية جراحية أو هياخد علاج كيماوي أو هياخد علاج إشعاعي. أنا كجراح أورام لما بيجي لي مريض محتاج يعمل عملية جراحية لاستئصال ورم، قبل ما أقرر أعمله العملية لازم الأول أحدد الأداء العام لجسمه، هل هيستحمل العملية ولا مش هيستحمل العملية. مريض داخل ماشي على رجله غير مريض داخل لي على كرسي متحرك غير مريض داخل لي على نقالة، ده غير ده غير ده. العملية مش هتتعمل إلا للمريض اللي ماشي على رجله، لأن هو ده المريض اللي هيتحمل العملية الجراحية. الباقيين هينضروا أكتر ما هيستفيدوا. لازم تبقوا فاهمين إن علاج الأورام سواء كان علاج كيماوي أو علاج إشعاعي أو حتى جراحة، الغرض منها إن المريض يستفيد من العلاج، مش الغرض إن أدي العلاج وخلاص. ليه؟ لأن العلاج أصلاً سواء كان جراحة أو علاج كيماوي أو علاج إشعاعي ليه آثار جانبية عنيفة مش هيستحملها إلا المريض اللي الأداء العام بتاع جسمه كويس، good performance status، يقدر يتحمل العلاج. لكن المريض اللي مش هيقدر يتحمل العلاج هينضر من العلاج أكتر ما هيستفيد منه. وهنا لازم أتكلم في نقطة مهمة جدا، ربنا يعافيكم جميعا، بس في مرضى كتير جدا من الأورام، من مرضى الأورام يعني للأسف بيتوفوا أثناء رحلة العلاج مش من الورم ولكن من الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي بالتحديد. ليه؟ لأن بيبقى الأداء العام بتاع جسمهم ما يتحملش إنهم ياخدوا علاج كيماوي. وده ينقلنا على نقطة مهمة جدا، ازاي انا كدكتور اقيم البرفورمانس ستيتس او اقيم الاداء العام للجسم. الاداء العام للجسم بنقسمه الى 5 درجات، درجة اولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة. احسنهم هي الدرجة الاولى واسوأهم هي الدرجة الخامسة. الدرجة الاولى هو المريض اللي بيقدر يقوم ويتحرك وينزل يشتغل رغم وجود الورم في جسمه. الدرجة الثانية مريض بيقدر يقوم ويتحرك بس ما بيشتغلش، نقدر نقول كده زي مريض فوق 60 سنة أو على المعيش لكن بيخرج ويتحرك عادي. الدرجة الثالثة مريض أقل من 50% من الوقت اللي بيبقى صاحي فيه بيبقى نايم على السرير. الدرجة الرابعة مريض أكتر من 50% من الوقت اللي بيبقى صاحي فيه بيبقى نايم على السرير. الدرجة الخامسة اللي هي أسوأهم مريض للأسف بيبقى محبوس في المستشفى ما بيتحركش خالص وتقريبا عايش على المحل. لو جينا نقول مين المرضى اللي هيتحملوا العلاج، فهم المرضى اللي بيبقوا الاداء العام لجسمهم من الدرجه الاولى او الثانيه، هم دول اللي هيستحملوا العلاج سواء كان جراحه او علاج كيماوي او علاج اشعاعي. اما بقى المرضى اللي من الدرجه الثالثه او الرابعه او الخامسه للاداء العام للجسم للاسف هينضروا من العلاج اكتر ما يستفيدوا منه. طيب المرضى دول بنعمل لهم ايه؟ نوعيه دي من المرضى دايما بنحولها على دكتور تخصص التغذيه، بيديهم مكملات غذائيه، بيديهم نيوتريشنال سبورت، دعم غذائي، بنحاول ان احنا نوصلهم او نوصل الاداء العام للجسم بتاعهم للدرجه الاولى او الثانيه عشان يقدروا يتحملوا العلاج. اخر نقطه حابب اتكلم فيها، في مرضى كتير جدا بيشرفوني هنا عندي في المركز وبيقولوا لي يا دكتور احنا سمعنا معلومه على وسائل التواصل الاجتماعي ان احنا ممكن نجوع نفسينا فنجوع الورم فنقدر نقضي على الورم او على الاقل نحد من انتشار الورم. الحقيقه يا جماعه المعلومه دي خاطئه بنسبه 100%. المعلومه دي ما ينفعش احنا اصلا نمشي وراها، بالعكس انا كجراح اورام لما اجي اعمل عمليه كبيره للمريض قبل ما اعمل له العمليه دايما بحوله لدكتور التغذيه عشان يديله مكملات غذائيه ودعم غذائي. اولا عشان اعلي الاداء العام للجسم باعلى شكل ممكن، ثانيا عشان خاطر المريض يقدر يستحمل العمليه، ثالثا ودي حاجه مهمه جدا عشان التئام الانسجه يكون بصوره بيرفكت او يكون بصوره جيده جدا. رسالتي لحضراتكم من الفيديو ده اللي عايزه توصل لحضراتكم ان التغذيه حليف مهم لمريض الاورام اثناء رحله علاج الاورام. اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه لحضراتكم بشكل وافي وربنا يتمم شفاكم على خير.